السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي في كل مكان، عاملين يا حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة هنحل معاكم طبعا محافظة يعتبر أصعب محافظة في الجمهورية، وهي محافظة الشرقية. طبعا أنت عارف يعني كل المدرسين اجمعوا ان محافظه الشرقيه بتبقى من اصعب المحافظات، يعني او ان لم يكن اصعبها. فتخلي بالك وتحل معايا المحافظه بتركيز كبير جدا، ماشي؟ معاك ورقه وقلم بجانب الكتاب اللي هتحل منه، ماشي؟ اللي هو طبعا كتاب الامتحان او ايا كان المحافظات اللي بتحل منها، ماشي؟ وتركز معايا لان في تريكات كتير جدا في المحافظه دي، ماشي؟ ما تنساش ان شاء الله هنعمل لك ليله امتحان ما يخرجش عنها بامر الله تعالى الامتحان، جميل؟ بس ما تنساش تعمل لنا لايك، ماشي؟ وتعمل لنا اشتراك في القناه، والدل على خير كفاعله. فما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك، ماشي؟ ويلا نبدا. صلوا على النبي يا اولاد، وتعالوا نبدا اول سؤال. وعايزك بس تركيزك لمده نص ساعه، محافظه من اصعب المحافظات، وصلوا على النبي ويلا نبدا. بص يا عم، جايب لك خريطه يعني زي ما تقول كده من قاره اسيا وقاره استراليا. بص يا عم، بيقول لك اقليم مناخي. هو هنا هحدد لك اقليم مناخي وعامله لك في وسط يعتبر قاره اسيا، وطبعا موجود هنا جبال مين؟ الهيمالايا. يبقى اقليم جبلي. جميل، ركز معايا. 2 سلاله بشريه، دي جزر اليابان، وطبعا جزر اليابان يبقى سلاله مغوليه. ورقم 3 عندك بيكلمك عن مين؟ عن قارة استراليا. بيقول لك منطقة تركز سكاني، وطبعا زي ما انت عارف السكان بيتركزوا في قارة استراليا في الشرق بسبب المدن الكبرى زي مدينة سيدني، حلو. وفي الجنوب الشرقي بسبب السهول الفيضية او قيام حرفة الزراعة على سهول نهري ميري ودارلينج اللي يصبان في الخليج الاسترالي الايه؟ الكبير. جميل، بص بقى معايا، تعال نكمل. بيكلمك عن تاني سؤال، بيقول لك صح او غلط مع ذكر السبب في الحالتين. وتخلي بالك، وطالما قال لك مع ذكر السبب في الحالتين فلازم تذكر الصح صح ليه والغلط غلط ليه. بص يا عم، تحاط امريكا الشماليه بالمحيطات من 3 جهات. هي امريكا الشماليه بيحاط او بتحيط او بتطل على المحيط القطبي شمالا، حلو، وعلى المحيط الاطلنطي شرقا، وعلى المحيط الاطلنطي غربا. يبقى العباره صحيحه، حلو. فهتيجي تقول له ليه؟ لانها حيث تطل او حيث تشرف امريكا الشماليه على المحيط القطبي شمالا والاطلنطي شرقا والهادي غربا. يبقى انت زي الفل، حلو. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. ركز بقى معايا. تزداد سؤال حلو قوي. معدل الوفيات في الدول التي تقل بها الرعايه الصحيه. دي قاعده، اي دوله ما بتهتمش بالصحه يبقى فيها زياده وفيات. بس للاسف دوله خالفت هذه المقوله او قاره خالفت هذه المقوله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتهتم بالصحه بس عندها نسبه وفيات كبيره. هي قاره مين؟ قاره اوروبا، اولى قارات العالم من حيث الوفيات بسبب ارتفاع نسبه كبار مين؟ السن. بالظبط كده، شطور، حلو. بص يا عم، السؤال ده اللي هنا أثرت، بيقول لك هضبة افريقيا على اختلاف او هضاب افريقيا على توزيع السكان. سؤال محترم قوي قوي من توجيه الشرقيه. بص يا عم، هضاب افريقيا هنا بيقول لك اثرت على توزيع السكان. تعالى كده نبدا. او اختلاف توزيع السكان يتركز اولا السكان فين؟ في السهول الفيضيه على نهر
النيل في مصر والايه؟ مصر والسودان. اللي ينبع من هضبة الحبشة والهضبة الاستوائية. انت زي الفل. ده بيتركز. طب يقل فين؟ طبعا يقل السكان في هضبة شمال افريقيا اللي منها هضبة الصحراء الشرقية والغربية فين؟ في مصر، بسبب قلة الموارد والأمطار والحرارة المرتفعة. جميل. سؤال محترم وتخلي بالك منه، من الصيغ اللي هتشوفها قليلة جدا في الأسئلة. جميل. سؤال محترم أوي أوي يعني. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بص يا عم، من الأسئلة برضو التقيلة، بيقول لك يختلف نصيب الفرد من الدخل القومي داخل قارة أوروبا من دولة لأخرى. يعني بيقول لك إن في أوروبا الدخل بتاع الفرد يختلف في القارة نفسها. إزاي يا مستر الكلام ده؟ بص يا عم، أولا كده تعال نقسمها. دخل مرتفع، ودي طبعا الدول الأكثر تقدما، وهي دول غرب مين؟ غرب أوروبا. طب دول ماشي دخلها فوق المتوسط. تعال نشوف السؤال الثاني ده اللي بيقول لك ايه؟ يختلف نصيب الفرد من الدخل القومي. جميل. حلو. داخل قارة أوروبا، يبقى هنا بيقول لك ايه؟ إن في اختلاف في نصيب الفرد أو نصيب الفرد من الدخل القومي داخل القارة نفسها. قال لا، ازاي ده بقى؟ بص يا عم، تعالى بالراحة معايا، برضو من الصيغ النادرة اللي هتشوفها. بص يا عم، اولا كده قال لك دخل فوق او دخل مرتفع. دخل مرتفع زي دول غرب اوروبا لانها الاكثر تقدما وتعتمد على حرفة الصناعة. جميل. عندك دخل بلون تاني كده، دخل بقى متوسط او فوق المتوسط. فوق المتوسط دي دول الشرق أوروبا. وعندك دول أقل من المتوسط زي دولة مين؟ أوكرانيا. سؤال تحفة، ركز بقى معايا فيه. ماشي. فهنا بيكلمك عن القارة بتاعت أوروبا إن بيختلف فيها نصيب الفرد. يا باشا عندك مرتفع زي غرب أوروبا، عندك فوق متوسط زي شرق أوروبا، أقل من المتوسط زي مين؟ أوكرانيا. حلو. بما تفسر القارة القطبية تتميز بخصائص عن باقي قارات العالم اللي هي قارة أنتاركتيكا. ركز بقى معايا. بص يا عم، أولا كده هي قارة متجمدة طوال العام. جميل. يحيط بها محيط واحد من جميع الجهات وهو المحيط القطبي الجنوبي. رقم 3 عندك لا يوجد بها سكان، طبعا بسبب شدة البرودة حال أو نادرة السكان. ضيق السهول الساحلية الشرقية لقارة أفريقيا بصفة خاصة. بيقول لك إن السواحل الشرقية لقارة أفريقيا ضيقة، وطبعا يبقى تقول له يا باشا بسبب اقتراب الجبال والهضاب من السواحل. لو قالك بصفة عامة، لكن في بعض القارات زي امريكا الشماليه عندك جبال روكي، فيجي يقول لك ايه؟ ضيق السهول الساحليه في امريكا او غرب امريكا الشماليه، تقول له بسبب ضيق الساحل. ليه؟ عشان وجود جبال ايه؟ روكي. تحتها امريكا الجنوبيه، يبقى بسبب وجود جبال الانديز. ده لو ذكر لك القاره او اي قاره من القارات دي يعني. جميل. او عندك قاره استراليا، السواحل الشرقيه التي تطل على المحيط الهادي برضه تضيق بسبب وجود جبال الحاجز الكبير. بص يا عم، ساهم الاوروبيون
سؤال محترم قوي قوي قوي. فوق يا ركز معايا، فوق ركز، صيغه حلوه قوي وشغل دماغك معايا. حل. بيقول لك ضيق او ساهم الاوروبيون بتنوع السلالات البشريه بالولايات المتحده. ازاي او ليه؟ بص يا عم، اولا كده قال عندك القوقازيون اللي هاجروا الى اوروبا طبعا. حلو. يبقى او هاجروا من اوروبا الى امريكا الشماليه. يبقى انت عندك قوقازيون هاجروا من اوروبا لامريكا الشماليه. جميل. طب اثروا ازاي تاني يا مستر؟ قال لك يا باشا هجره او الهجره الاجباريه لزنوج افريقيا الى امريكا الشماليه للعمل في مزارع القطن، تمام كده، وقصب السكر والتبغ التي انشاها مين؟ الاوروبيون. يبقى حال. يبقى الاوروبيون هاجروا من اوروبا الى امريكا الشماليه سلاله قوقازيه، والزنوج عن طريق الهجره الاجباريه يشتغلوا في المزارع اللي انشاها الاوروبيون في امريكا الشماليه برضه. 4. وجود افراد، برضه من الاسئله المحترمه، عايزك بكامل تركيزك. وجود افراد ذات بشره صفراء، يبقى هم مين دول؟ بشره مغوليه او سلاله مغوليه داخل دول اوروبا، ليس لهم حق الاقامه الشرعيه. يبقى ما لهمش حق الاقامه الشرعيه، يبقى الناس دي داخلين البلد بطرق غير شرعيه، يعني عن طريق الهجره الغير شرعيه بالظبط. يبقى ليه بلاقي سلاله مغوليه داخل دول اوروبا؟ تيجي تقول لي يا باشا اولا كده عن طريق الهجرة الغير شرعية من آسيا إلى الدول الأكثر تقدما زي أوروبا بسبب كثرة عدد سكان مين؟ آسيا. دي من نتائج زيادة سكان قارة آسيا طبعا. جميل. من الأسئلة المحترمة اللي أو من المحافظات المحترمة اللي بتجيب أسئلة كويسة أوي يعني. ماشي؟ تعال نخش على اللي بعده. بص يا عم. صلي بينا على النبي. بيقول لك ماذا يحدث لو أصبح مناخ شمال أوروبا، مناخ شمال أوروبا، جميل، هو مناخ شمال أوروبا مناخ تندرة طبعا. حلو. يشبه مناخ سواحلها الجنوبية. هي سواحلها الجنوبية مناخ بحر ايه؟ متوسط. جدع يا ولا. حلو. بيقول لك بقى لو شمال أوروبا بقى زي جنوبه، يعني بقى مناخ بحر متوسط، أول حاجة يا عم تروح قايل له ايه بقى؟ بص بقى، المناخ هيبقى حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، لان الامطار في البحر المتوسط تسقط في فصل ايه؟ الشتاء. بالاضافه الى اعتدال المناخ، وطالما في اعتدال مناخ يبقى هيحصل تركز للسكان. تركز السكان اهو. جميل. نمو اشجار زي ايه يا ابني انت وهو؟ اشجار الزيتون لانها من غابات البحر المتوسط. وجود حشائش زي حشائش الاستبس اللي هي الحشائش المعتاده، برضو من الاسئله اللي فيها افكار واسئله مش مباشره. حل. بيقول لك 2. كانت النسبه الكبرى من سكان مصر داخل قوة العمل. المفروض السؤال ده يبقى ايه؟ ممكن نقول ايه؟ ماذا يحدث لو النسبة الكبرى او قلت نسبة صغار السن في مصر؟ ده من وجهة نظري، لان اصلا النسبة الكبرى من سكان مصر داخل قوة العمل. تعال بقى معايا بالراحة. كانت النسبة الكبرى من سكان مصر داخل قوة العمل، ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن نقول زيادة الانتاج، لان الناس دي هتبقى فئة منتجة. حلو. ده بالتالي هتقل فئة صغار السن، فبص عدم تحمل الدولة ميزانية ضخمة طبعا. جميل. تعالى بقى يا حبيبي عندي قارن. بص كده، قارن بين جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا من حيث الخصائص النباتية. يبقى هكلمك عن
غابات وهكلمك عن حشائش بالظبط كده. تعالى بس عشان هنا الموضوع مش بطريقه مباشره. بمعنى ايه؟ لازم تروح عند جنوب شرق افريقيا. المناخ اللي موجود هناك ايه بالظبط يا حبيب قلبي؟ مناخ صيني اللي هو المعتدل الدافئ شرق القارات. طب جنوب غرب اسيا مناخ ايه بالظبط كده؟ ممتاز يا ولا، بحر متوسط. تعالى بقى نحط المقارنة. ايه بقى الغابات اللي بتنمو في الاقليم الصيني؟ طبعا الغابات اللي بتنمو في الاقليم الصيني يا حبيبي هي غابات الاقليم الصيني. حلو. اللي اشجارها دائمة الخضرة طوال الايه؟ طوال العام. طب ماشي، ركز بقى معايا. واشهرها اشجار الصفصاف وعندك البلوط، بالاضافه لشويه حشائش اسمها حشائش الاستبس اللي هي الحشائش الايه؟ المعتدله. اما البحر المتوسط اللي بينمو هناك قال لك طبعا غابات بحر متوسط، واهم اشجارها الزيتون ونمو حشائش الاستبس اللي هي الحشائش المعتدله. فهنا في شبه في حته النبات الطبيعي اللي هي نمو حشائش مين؟ الاستبس. حلو. تعالى نتكلم عن السؤال اللي بعده. قارن برضه. بص يا حبيبي، بيقول لك قارن بين السهل الاوروبي العظيم. تعالى نحط المقارنه كده بالراحه. السهل الاوروبي العظيم والسهول الوسطى في امريكا الشماليه. بص، اول حاجه بيكلمك عن الامتداد. بص كده بالراحه معايا، هنحط مقارنه بين الامتداد هنا. تعالى كده بالراحه. بص يا عم، هنحط هنا السهل الاوروبي ونحط هنا السهول الوسطى. انا هكلمك من حيث الامتداد. جميل. بص يا عم، من حيث الامتداد طبعا ان السهل الاوروبي العظيم يمتد من المحيط الاطلنطي غربا حتى جبال اورال شرقا، بيمتد بشكل عرضي عموما. طب السهول الوسطى قال لك لا، دي من المحيط القطبي شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا. يبقى دي بشكل ايه؟ طولي، اما دي بشكل ايه؟ عرضي. بالظبط كده. طب نشوف وجه المقارنه الثاني. قال لك مع ذكر ايه؟ مع ذكر يا حبيب قلبي بعض الامثله. طب بص كده معايا، صلى على النبي. لو جينا نتكلم عن السهل الاوروبي العظيم، تعالى كده السهل الاوروبي وعندك السهول الوسطى. بالراحه معايا. بص يا عم، السهل الاوروبي عندك اشهر الانهار اللي موجوده فيه نهر الفولجا، وهو اطول انهار اوروبا ويصب في البحر الاسود. ماشي. ويعتبر، خد بالك، نهر، انا اسف، الفولجا بيصب في البحر او بحر قزوين اللي هو اكبر بحر مغلق في العالم. عشان كده بحر قزوين لا يجف طوال السنه. حلو. ليه؟ بيصب فيه يا جماعه نهر الفولجا اطول انهار اوروبا. حلو. وعندك نهر الدانوب يصب في البحر الاسود. حلو. عندك بعد كده نهر الراين يصب في بحر مين؟ الشمال. طب تعالى عند السهول الوسطى في قاره امريكا الشماليه. عندك نهر نيلسون يصب في خليج هيدسون، وعندك نهر سانت لورنس يصب في خليج سانت لورنس، وعندك خليج المكسيك او نهر الميسيسيبي يصب في خليج المكسيك. تمام كده. تعالى بقى نتكلم عن التاريخ. ركز بقى معايا كده يا حبيبي. وبص يا عم، عشان افوق معاك، احنا بنصور لك الفيديو ده الساعه 12 بالليل. ماشي. فزي ما انا برضو جبت شويه قهوه عشان افوق، انت برضو اعمل لك كده شويه شاي، كوبايه نسكافيه، اي حاجه كده عشان تفوق جنبك كده. بص يا عم، هنيجي للتاريخ. بيقول لك ايه بقى؟ افتقد الفلاح المصري مشاعر ارتباطه وملكيته الارض الزراعيه خلال الحكم العثماني نتيجه ايه؟ بص، بيقول لك ان الفلاح المصري
ما كانش عنده ارتباط ولا بيحب الارض الزراعيه بتاعته. ده ليه؟ ظلم الملتزمين؟ لا، ده خلاه يهمل في الارض الزراعيه. اهمال الري؟ ده من خلال الدوله. نظام الاحتكار؟ طبعا لا. امال ايه؟ بص يا عم، حق الانتفاع، ان الفلاح المصري ملوش اي حق في توريث ارضه الزراعيه. بص، طول ما الحاجه ملكك تمام كده هتخاف عليها، هتحبها، هتفضلها، هتهتم بيها. لكن الارض انت كده كده انت بتاخدها مقابل مبلغ من المال، يعني انت بتدفع ضرائب عليها. حلو. فهنا الارض مش ملكك، فما فيش بينك وبينها كده ارتباط، مش حاببها. حلو. مش هتهتم بيها، يبقى بسبب حق يا اولاد الانتفاع. قوة اجتماعية قديمة لن تتأثر سلبا بسياسة محمد علي. بص، طبعا انت عارف ان سياسة محمد علي الاقتصادية مهمة جدا، لان بسببها اختفت قوة اجتماعية وظهرت قوة اجتماعية ايه اخرى. صلى على النبي يا عم. نيجي للبدو، دي قوة اجتماعية هي كانت قديمة وكانت بتلعب دور سلبي في التجارة ليه؟ الداخلية. حلو. تدهور التجارة الداخلية. جميل. ايام العثمانيين. وقال لك في عهد محمد علي ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. أما المماليك لا، ده اختفوا وحل مكانهم أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية. عندك التجار برضو تضاءل نفوذهم وظهر مكانهم. ماشي. عندك البدو كقوة اجتماعية مستقرة. الأعيان لا، ده الأعيان ظهروا برضو كطبقة جديدة مكان العلماء. ماشي. وعندك علماء الأزهر ورجال مين؟ الدين. اختلفت حملة فريزر 1807. حملة فريزر دي انجليزية يا اولاد، بريطانيا اللي بعتها. عشان ايه؟ عشان تعزل محمد علي وتولي اي ولي مملوكي اخر. حلو. والحملة الفرنسية بتاعت نابليون 1978 في موقفها المساند لمين؟ بص كده، عندك هنا هل السلطان العثماني كان مؤيد للاثنين؟ طبعا لا. طب بص كده، الزعامة الشعبية كان لها دور في حملة فريزر. تمام كده؟ بس لا، او الشعب المصري كان له دور في حملة فريزر، لكن الزعامة الشعبية ما كانتش موجودة ايام الحملة الفرنسية. محمد علي باشا؟ لا طبعا. يبقى الإجابة البكوات المماليك. البكوات المماليك يا اولاد مع حملة فريزر او مع الحملة الإنجليزية، حملة فريزر الإنجليزية، طبعا كانوا عايزين يشيلوا محمد علي ويعينوا اي ولي مملوكي اخر، فحصل ما بينهم تقارب. اما المماليك واجهوا الفرنسيين في معركة شبرخيت. 4. ارسلت بريطانيا وفرنسا مذكرة مشتركة يعلنان فيها رغبتهم الصريحة في حل مجلس النواب. ده بتفكرك بالمذكرة المشتركة الأولى. في عهد وزارة مين بقى؟ طبعا بالظبط بعد القلق اللي حصل ما بين شريف باشا ومجلس النواب، لأن مجلس النواب كان مصر على مناقشة الميزانية. يبقى في عهد مين يا حبيب قلبي؟ شريف باشا. اكتب كلمة صواب صح وغلط يعني. بص، مع ذكر السبب في الحالتين. ساهمت حروب اليونان في نمو فكرة انفصال محمد علي عن الدولة العثمانية. الإجابة صحيحة. ليه يا أولاد؟ لأن هنا طبعا أنت عارف إن اللي حصل تفاوض مع الدول الأوروبية ومحمد علي دون الرجوع، اكتب بقى، دون الرجوع للسلطان العثماني. فحصل توتر بقى بعدها، لان السلطان العثماني كان بصور مش زي محمد علي، انا اللي بعته والدول الاوروبيه تقعد معاك دون انا. فنمت فكره الانفصال بقى، ان محمد علي راسه الف سيف ينفصل عن مين؟ عن الدوله الايه؟ العثمانيه. تعالى معايا كده. بص يا باشا، دلل على مصداقية العبارة. حاول قادة الحملة الفرنسية تنشيط التجارة الخارجية رغم حصار الأسطول الإنجليزي.
بص يا عم، دليل على مصداقية العبارة طبعا صحيحة، بس اديني دليل يا حبيبي. ايه هو الدليل؟ احنا طبعا عارفين ان توقفت التجارة المصرية ايام الحملة الفرنسية بسبب اللي هي التجارة الخارجية ناحية البحر المتوسط، بسبب حصار الاسطول الانجليزي لشواطئ مصر الشمالية. هنا يا حبيب قلبي تقول له ايه بقى؟ ان الحملة الفرنسية حاولت تفتح اسواق لمصر على البحر او على ساحل البحر الاحمر والحبشه، وعندك دارفور في السودان، وعندك دول شمال افريقيا. من الاسئله الرايقه برضه اللي فيها فكره. 2. إصدار إسماعيل مرسوم 1879 لتسوية الديون كان سببا في عزله. طبعا لما إسماعيل اتجن وقال لك إيه؟ سمع كلام الحركة أو استجاب للحركة الوطنية وعزل الوزيرين أو الوزارة المختلطة، نركز مع بعض. وبعد كده اللي حصل ضغطت، قامت مين بقى؟ قامت حيث قامت مين؟ إنجلترا ومين؟ وفرنسا بالضغط على مين؟ على عمنا مين؟ السلطان العثماني. بعزل مين؟ بعزل طبعا اسماعيل وتولية ابنه توفيق. السؤال اللي بعده. معلش بس كده هحط كوبايه القهوه وراجع لك تاني. اوعى تتحرك، خليك مكانك، تقفلش الفيديو، ركز معايا. ما نتائج العزلة التي فرضها العثمانيين ماشي خلال حكمهم بالنسبة للحياة الثقافية؟ أول حاجة يا حبيب قلبي اتسمت بسبب مباشر الحياة الثقافية بالجمود والإيه؟ والتخلف، فحصل تدهور للحياة الأدبية طبعا بالظبط، وتدهور مكانة الأزهر. ليه؟ لأنه بدأ اهتم بالعلوم الدينية أو بقول عليها العلوم الشرعية على حساب العلوم الطبيعية، وانتشار الجهل والدجل والشعوذة، الكلام اللي انت عارفه ده كله. زي جارتكم كده اللي بتعمل لكم ايه كل شويه عمل وتجدده كده، لما تشوفك حالق مثلا لابس طقم جديد ماشي تعرف عنكم سمع خير ولا حاجه، خصوصا في الشرقيه. هو راحت فين؟ ماشي. بص يا عم، مقاومة أبناء الصعيد للحملة الفرنسية على عام 1798. احنا طبعا عارفين نابليون حاول يسيطر على الصعيد لكنه فشل لعامل بشري وهو حرب المناوشات اللي هو التخطيط العسكري ماشي، أو الاستراتيجية العسكرية اللي هم اتباع المماليك أو اتباع أهل الصعيد، حروب المناوشات والمعارك المتفرقة، وعندك سبب جغرافي طبيعي اللي هو طول الوادي. فهاجي أقول لك هنا مقاومة نتيجتها إيه بقى؟ فشل طبعا الفرنسيين او نابليون في اخضاع اهالي الصعيد. حلو. وفي نتيجه كمان اللي هو ايه؟ نمو الروح الوطنيه للمصريين تجاه مين؟ تجاه عندك الحمله او مقاومه الحمله مين؟ الفرنسيه. قال لك ايه؟ طب ما الفرنسيين شبه الفراخ البيضاء اهو، احنا ممكن نقدر ايه؟ نطردهم بره البلد. اعتماد سعيد باشا على رؤوس اموال اجنبيه طبعا، ده ادى الى ايه يا اولاد؟ ادى الى زياده الازمه الماليه طبعا، او بدايه الازمه الماليه، والتدخل الاجنبي في شؤون مصر طبعا. حلو. وعقد مصر اول قرض من بنك بريطاني
سنة 1862. حل. سؤال 4. اسناد الخديوي توفيق رئاسة الوزارة إلى رياض باشا، فهنقول هنا وضع نفسه تحت حماية انجلترا وفرنسا، دي الدول الأجنبية، وسوء الأوضاع الاقتصادية في عهد مين؟ في عهد رياض، اللي كانت من أسباب الثورة اللي يا حبيب قلبي العرابية. بالظبط كده. تعالى بقى عند سؤال ماذا يحدث إذا؟ بيقول لك لم يرتكب نابليون، يعني نابليون ما ارتكبش جريمته البشعة. هي إيه جريمته البشعة في يافا؟ قال لك بعد ما أمن أهل يافا على نفسهم، إيه اللي حصل؟ عمل مذبحة كبيرة هناك وقتل كل رجالة يافا. وخد بالك ده تناقض أقواله مع أفعاله، زي ما عملها عندنا في مصر، وتناقضت منشور نابليون لما نزل مصر ونزل اسكندريه، ومنشوره فين او قيامه بثوره او اللي عمله في ثوره القاهره الايه؟ الاولى. بص معايا يا عم. اللي حصل لو نابليون ما عملش المذبحه دي، اول حاجه هو نتيجه مذبحه يافا ايه؟ استبسال ايه؟ اهالي عكا. فهنقول هنا ايه؟ عدم استبسال اهالي عكا في الدفاع عن مدينته. حلو. وممكن نقول ان ده اصلا السبب الرئيسي في فشل ايه؟ حمله نابليون على مين؟ الشام. فممكن نقول عدم فشل حمله نابليون على الشام. استجاب الزعيم احمد عرابي لاوامر الخديوي بالكف عن استعداداته الحربيه في كفر الدوار. يعني لو احمد عرابي سمع كلام مين؟ الخديوي، ان هو يوقف الاستعداد اللي كان بيعملها. ممكن نقول ايه؟ لم يصدر السلطان او الخديوي منشور بعزل عرابي من الحربيه. ممكن نقول برضو ان لم يظهر عرابي بمظهر العاصي، ولم يحذر مين؟ الشعب من الانضمام له. حلو. بص يا عم، من الاقوال المأثورة للزعيم مصطفى كامل ان من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة بقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان. بص يا عم، احنا مش لغة عربية. بص السؤال هنا، اهداف وخطب مقالات مصطفى كامل الموجهة للمصريين: استثارة طبعا روح الكرامة، ماشي، وعندك نمو الوعي القومي للمصريين والتمسك بالاستقلال. طبعا عندك السؤال الاخير واخر درس، اخر سؤال طبعا في المحافظه، بيقول لك عاملين من العوامل الداخليه والتي ادت الى قيام ثوره 1919. طبعا يا حبيب قلبي ان ثوره 1919 كان ليها 4 عوامل، ركز بقى معايا. عوامل داخليه اللي هو ايه؟ هو بيركز هنا على العوامل الداخليه. اول حاجه طبعا نمو الروح الوطنيه للمصريين، وده بيتشابه مع الثوره العربيه. 2 الاجراءات التي اتخذتها مين؟ بريطانيا في مصر اثناء الحرب العالميه الاولى. طبعا طب بص يا حبيبي ركز معايا. عندك دلوقتي لما يجي يقول لك الاسباب الخارجيه، قول له يا باشا عندك اعلان انجلترا او اعلان الرئيس الامريكي ويلسون المبادئ ال 14 منها مبدا حق تقرير او حق الشعوب في تقرير مصيرها، بالاضافه ان بريطانيا الشريفه قدام العالم كله هي وحلفائها بتقول والله احنا بنحارب اصلا عشان حريه الشعوب. دي عوامل خارجيه. جميل. ويبقى كده الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلصنا محافظه الشرقيه، وزي ما قلت لك محافظه الشرقيه من اصعب المحافظات. وتخلي بالك ان لازم تعمل يا باشا لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان هننزل لك الاسئله المتوقعه ان شاء الله ليله الامتحان
ان شاء الله خلال اسبوعين هتلاقي لك مفاجاه ان شاء الله، ان شاء الله تبسطك، تبقى قاعد جوه اللجنه متكيف شايف السؤال وحل السؤال قبل ما تخش اللجنه ان شاء الله. ماشي؟ ما تنساناش بدعوه حلوه كده، والدل على خير كفاعله. ماشي؟ ابعت اللينك لاصحابك او ابعت لينك القناه لاصحابك عشان تقفلوا الامتحان سوا. سلام.